بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايلكم فيديو جديد في قناتي، يا رب يعجبكم. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم أي فيديو جديد أنا بنزله. ويا ريت نصلي على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام عشان ناخد الأجر والثواب مع بعض. جايلكم منيو فطار حلو قوي، 7 وصفات ل7 أيام. مش تحتاري كل يوم نعمل فطار ايه، في الغالي وفي البسيط وفي الصعب وفي السهل. فقلت ايه نشوف كده برضو، يعني مش الغدا بس اللي بنقعد نفكر فيه، ساعات برضو بنصحى من النوم ما بنبقاش عارفين نعمل فطار ايه النهارده. خصوصا بقى لو اولادك وزوجك وكلكم مجتمعين على سفرة الفطار يعني. اول سفرة عندنا بقى هو زي ما انتم شايفين، جبت بتنجان وفلفل وجبت طعمية وجبت ليمون معصفر وجبت جبنة رومي وجبنة بيضاء. معلش صرفنا شوية، صرفنا عشان كانت العائلة كلها مجتمعة على الفطار، فقلنا لا نصرف، ما خربناش. او ان شاء الله في الميزانية، يعني البتنجان كان عامل الكيلو ب5، جبت 2 كيلو ب10، وجبت ب5 جنيه فلفل، وجبت ب10 جنيه ليمون، ب15 جبنة وب15 جبنة رومي يعني. توتال كده صرفنا 50 جنيه. حلو مش وحش. تمام. وعندنا فول وطعمية. وهنبدأ إن احنا نحضر بقى فطار لذيذ كده وخفيف وسفرة شيك كده، بحيث إن بقى بما إن احنا كلنا مجتمعين يعني. قولوا لي عملتوا ايه في لبس المدارس وجبتوه ولا لأ، والحاجة عاملة ايه غالية. أنا رحت جبت امبارح شنطة لابني، جبت له لبس الحضانة. مش عارفة هل الحاجة كده غالية ولا رخيصة الصراحة، بس إن شاء الله يعني ايه هبقى أنزل لكم فيديو وأوريكم في اللبس والشنطة، وبقول لي رأيكم فيهم ايه وأقول لكم أسعارهم. تمام. وجبت له لانش بوكس وجبت له زمزمية. كان عنده كوتشي جديد كان كبير عليه مش بيلبسه، بس هو الحمد لله الأيام دي جه على قده يعني. لسه هروح أقصر البنطلون عشان البنطلون طلع طويل جدا، لأن ابني ربنا يبارك لي في عمره قصير شوية. تمام. قطعت البتنجان وحطيت عليه قرن فلفل وزبط ورشة ملح كده عشان ينزلوا ميتهم. قطعت كمان بطاطس وعملت جبنة بقوطة. كان فطار الصراحة كان حلو جدا، وكان كلنا مجتمعين. سوري على نبرة صوتي. تمام. آه عملت جبنة بقوطة زي ما قلت لكم اهوت، وهنروح بقى على النار عشان نحضر بقية فطارنا. فطار سهل وبسيط يعني مفيهوش أي افتكاسات، بس بديكم أفكار تاخدوا رأي، تشوفوا الفطار اللي يريحكم وتعملوا منه في السهل وفي البسيط وفي الصعب وفي الغالي وفي الرخيص. فاهمين يعني؟ 6 وصفات هيعجبوكم إن شاء الله. بس دوت أول فطار لينا، كان مجتمعين فينا يعني كلنا قاعدين بقى وكده، فحبيت أعمل لهم فطار حلو يعني يتبسطوا بيه. زي ما بقول لك الفطار ده لقمة أساسية على فكرة. أنا ممكن أفطر وما أتغداش، يعني أنا حرفيا بحب لقمة الفطار دي جدا جدا. ممكن أفطر وما أرضاش أتغدى. عشان كده لقمة الفطار دي أساسية بالذات لأولادك والزوج، بالذات لو هما بقى بيروحوا دروس والزوج بيروح شغل، لازم تحضري له إيه يعني فطار حلو كده. هنعمل شوية فول بقوطة حلوين كده. أنا بعمله بتوم، في ناس بتعمله ببصل، في ناس ما بتعملوش بحاجة خالص، دي حرية شخصية، والأكل أذواق يا جماعة. الصراحة وأنا بجيب اللبس امبارح بتاع المدارس كانت الدنيا زحمة جدا، وكانت كل أم بقى يعني جايبة ابنها الكبير أو بنتها اللي داخلة مش عارفة إعدادي جديدة أو داخلة آه مثلا صنايع أو مش عارفة إيه، يجيبوا لهم بقى اللبس. كانت الدنيا مش هقول لكم عاملة إزاي. ف... فعايزة أشوف كده انتوا جبتوا اللبس ولا لأ، والأسعار عاملة ايه عندكم والدنيا ماشية ازاي. ربنا يعين كل الأمهات والأبهات على أولادهم ويرزقهم يا رب برزقهم. لو ما جربتيش الفول بالطريقة دي جربيه، هتاكلي أحلى طبق فول بالطماطم. والله العظيم كان طبق فول تحفة. ساعات بعمله بالطماطم، ساعات بعمله بالطحينة. ساعات بعمله يعني أسخنه وأقطع فيه طماطماية وقرن فلفل، بتبقى طعمه في حتة تانية خالص. لازم تجددي في الفطار عشان ولادك لما يشوفوا الحاجة جديدة ومختلفة يرضوا ياكلوا. كل يوم فول وطعمية، مش كل يوم جبنة، كل يوم بيض، مش كل لأ. وحتى لو بتعملي الأكل ده طبعا نعمة الحمد لله، بس جددي في الوصفات. يعني بلاش الفول النهاردة سادة، اعملي ببيض. بلاش فول بطحينة.
اعملي كده، سخنيه وحطي شوية حتة سمنة وقطعي فيه طماطمية وقطعي فيه قرن فلفل واحد وقلبيهم مع بعض على النار. يا لهوي بتاكلي أجمل فول والله. زي ما انتوا شايفين. اهو تحط بقى الفول بتاعي كله. ليه بديكم وصفات فطار؟ لأن الفطار برضو صعب زيه زي الغدا. وأنا يعني عندي أهم وصفة. وصفة الفطار. بجد والله يعني أنا أفطر وما أتغديش. ليه؟ الفطار دي بتبني، يعني لقمة الفطار دي اللي بتخليكي طول اليوم نشيطة. طول اليوم تقدر تتحركي، طول اليوم تقدري تجري، تقدري تروحي وتنزلي وتطلعي، فالحاجات دي هي اللي بتخليكي نشيطة. فلازم تفطري وتفطري الأولاد. خصوصا بقى طبعا الأيام دي بدأوا دروسهم والمدارس خلاص شوية على الأبواب. أنا يعني هو خلاص بقى لي يومين منزلة ابني، ربنا يبارك لي في عمره الحضانة. ساعات بيرضى يفطر وساعات لأ، بس بحاول على قد ما أقدر أفطره قبل ما يمشي. مرضاش بروح أعمل له سندوتشات في اللانش بوكس واخده إيه وأنزله. مم. والله وبيرجع لي بيوم تاني. سوري يا جماعة، اعذروني بقى لأن حرفيا زوري تعبني جدا اليومين دولت. واضح إن التكييف يعني تعب الواحد. فاعذروني بقى معلش. تمام، عملنا خلاص الفول بقوت اهوت، بديله بس غلوتين وبعد كده ايه نكمل بيت الفطار بتاعنا اللذيذ الجميل. فزي ما بقول لك اهم حاجه عندي وجبه الفطار. مش مهم عندي خالص وجبه الغداء قد وجبه الفطار، لان وجبه الفطار دي اللي بتبني الجسم. حتى لو زبدية، حتى لو ابنك ما بيحبش يقعد يفطر والحاجات دي اعملي له سندوتش، اي حاجه تخلي الاطفال يفطروا ويحبوا الفطور. بصوا بقى، بصوا الفطار بتاعنا الجميل ده بقى. زي ما قلت لكم كان زوجي بقى قاعد واولادي قاعدين وكلنا مجتمعين على سفره واحده. قليت فلفل وقليت بتنجان وعملت طبق الفول وحطيت آم آم اللهم صل على النبي. عملت طبقين فول لان في ناس عندي ما بتحبش الفول بقوطه. تمام. وعملت طبق ساده وده طبق اللي بقوطه وجرجير والعيش المسخن، وكمان عملت عصير زبادو وبطاطس وجبنه والليمون المعصفر، وكان بجد والله احلى فطار. احلى فطار تاكليه في حياتك. لو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسيش تحطي لي لايك منك حلو كده وكومنت تشجعني بيه، وقالت لو نصلي على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. فزي ما بقول لك تقومي ما تكسليش عن الفطار خالص، ما تقوليش لو زوجك في الشغل او حتى ان اولادك في الدرس وانت قاعده لوحدك افطري. افطري عشان تقدري تكملي يومك. احنا بنقف كتير في المطبخ وبنعمل حاجات كتير جدا في الشقه ونغسل ونروق ونعمل كل الحاجات دي. تعالوا بقى اوريكم تاني فوق فطار متناقض جدا في الفطار الاولاني. بص بقى، 3 بيضات على قد انا وولادي، وحطيت طبق جبنه دلع وحطيت لهم زبادي. هما بيحبوا الزبادي جدا جدا اولادي، فساعات ان انا احط لهم على الفطار بيفطروا بيه هو وبيضه اكنهم كلوا بقى ايه وشبعوا الحمد لله. بسيط جدا مفيهوش اي حاجه. سلقت 3 بيضات وجبت طبق جبنه دلع وجبت زبادين. على الرغم ان انا ما بحبش اشتري جبن كتير من بره، انا عندي جبنه قريش دايما باستمرار بس هم مش بياكلوها خالص للاسف، مش بياكلوها خالص. حاولت، فعشان كده ان شاء الله نحاول على قد ما نقدر نعملها بوصفات كتير عشان اللي ما بيحبش جبن القريش زي الاطفال. وسخنت عيش اهوت بسيط وحطيت الزبادين للاطفال وخلاص على كده. ومشينا يومنا وكان فطار حلو برده وخفيف وما تعبنيش. في فطار بيتعب وفي فطار ما بيتعبش، ده ما تبع يعني ما تعبناش خالص صراحه. ما فيهوش اي زيوت، ما فيهوش اي حاجه، عشان لو انت ما بتحبيش الزيوت ما بتحبيش اي حاجه. آه بس فاهم حاجه ان انا اصحى اعمل فطار للعيال. ده بجد اهم حاجه عندي ان انا اصحى افطرهم. انت عارفه لما بيفطروا بحس كده ان انا نفسيتي كده مرتاحه والدنيا ايه متظبطه معايا. ليه؟ بحسهم كده معايا طول اليوم نشيطين وبيجروا وبيلعبوا. لكن لما بيفطروش بحس ان انا متضايقه جدا جدا. عشان كده اتعودت ان انا لازم اصحى اعمل لهم فطار. فطبعا زي ما انتم شايفين الفطار قبل ده كان فطار جامد، كنا كلنا مجتمعين عايزين نفطر فطار دسم شويه. لكن النهارده لا، حاسين ان احنا مثلا محتاجين نفطر فطار خفيف شويه. سلقت 3 بيضات وجبت طبق جبنه دلعه ده ب 15 جنيه جبنه دلعه، وجبت زبادين ب 12 جنيه. بس كده فطار سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. هتقومي تعملي ايه؟ هتحطي البيض على النار وخلاص على كده وتسخني عيش بس. الموضوع سهل جدا ما فيهوش اي حاجه زي ما بقول لكم. ان شاء الله يعني باذن الله. الميزانيه بتاعتي نازله قريب. يعني ان شاء الله القبض بس ينزل زي ما قلت لكم انا باخد ميزانيتي يوم واحد.
يعني أنا أقضي شهري ليوم واحد. عشان كده لسه متأخرة معاكم في الميزانية شوية، معلش. عندي في شوية طلبات لسه هفرز، يعني أنا اليومين دول بفرز البيت عشان أشوف ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود واللي أقدر أجيبه وما أقدرش أجيبه. تاني وصفة معانا، عملت برضو في فول، فيها فول بقوطة. تمام. وهنعمل شوية فطار حلو جدا جدا إن شاء الله هيعجبكم يعني. فأنا زي ما بقول لكم الأيام دي بفرز دول في الغزين، وهفرز الفريزر برضو تاني عشان أشوف ايه اللي فات بقى خلاص، وده اللي هيترحل يعني الشهر الجديد مش هاجي جنبه تاني خالص. وبعد كده إن شاء الله نجيب بقية طلباتنا ونفرز مع بعض. بصوا بقى، زي ما قلت لكم أنا سافرت يوم أو يعني يوم بورسعيد. جبت منه شوية حاجات من هناك، جبت جمبري، وجبت صبيط أو الكاليماري حسب ما بتسموه، وجبت كمان اللهم صل على النبي جبت سمك بلطي. فدوت أنا لما نضفتهم نضفتهم على أساس بقى إن ده للشهر الجديد مش هاجي جنبه يعني. خلاص اترحلوا للشهر دوت. في البطاية وكان في فرخة رحلتهم، فلسه أشوف بقى لو خلاص أنا خلصت الحاجة اللي في الفريزر وممكن أكمل على الحاجات دي، حاجات بسيطة لل 15 يوم الأولانيين كده بها. ما لقيت في حاجات ينفع ان انا امشيها مع الشهر ده واجيب حاجات بسيطه خالص زي ما بقول لك ماشي. مفيش خالص ان شاء الله يعني هنشوف هنجيب ايه معاهم. فيعني الميزانيه هتتظبط وهتبقى كويسه جدا، وان شاء الله هظبط معاكم ميزانيه حلوه جدا تعجبكم ان شاء الله. عملت فول بوته زي ما انتم شايفين برضو، احنا يعني انا بميل للفول بوته الصراحه بحبه جدا، عن ان انا احط شويه زيت وليمون والحاجات دي والطحينه، بحب ده قوي. لما زوجي يعني هو ما بيميلش لي قوي زوجي فساعات لما بيبقى قاعد بروح عاملاه ساده يعني بحته سمنه بسيطه كده، وبيبقى حلو قوي. وكمان بقى لي بطاطس و... وكان يوم بصراحه فطار حلو جدا، بحب ارش عليه شويه ملح وشويه فلفل اسمر وشويه كمون. وبقى لي اهو الطعميه. ان شاء الله قريب جدا هحضر لكم منيو الفطار بتاعي بتاع الشهر. هنعمل ايه عشان نوفر في الفطار طبعا. عملنا مع بعض فيه فول وعملنا فيه على عجينه، وهوريكم مشتريات الفطار عشان برضو الفطار ده طبعا ميزانية لوحده، يعني الفطار ده يا جماعة ميزانية لوحده، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نوفر فيه. انا عملت معاكم في الفيديو ان شاء الله ممكن الفيديو اللي جاي عملت معاكم في دمسنا فول وعملنا فيه الطعمية. حطيتهم لك في فيديو واحد، وبعديه على طول ان شاء الله هوريكم ايه مشتريات الفطار بتاعتي. جبت اهو عملنا فول وعملنا طعمية وعملنا بيض وبطاطس وجبنا كيس شيبسي بس للرفاهية مش اكتر. بس انا بشيله اول ما بشيل ما بطفي الفيديو بشيله، لان اولادي بيسيبوا كل الفطار اللي انتوا شايفينه ده ويركزوا مع ال الشيبسي يعني. وفي جبنة دلع عندي رحت حاطة منها ايه حتة زي ما انتوا شايفين. يلا بقى نخش على الفطار بتاع اليوم اللي بعده، برضه هنعمل بقى بتنجان مقلي. بصوا انا اكتريت فطاري فطار شديد شويه، زي ما بقول لك انا بحب الفطار ال الدسم، يعني بحب افطر عيال، بحب نفطر، لان بقول لك الوجبه دي اللي بتخلينا طول اليوم كده ايه نجري ونلعب ونبقى عندنا كميه نشاط مش طبيعيه. تمام. عشان كده بحب ان انا احضر فطار يكون ايه حلو كده ودسم. الفطار ده بقى ما كانش في بيتنا، الفطار ده كان عند حماتي. عملنا فيه بتنجان وفلفل، وهنعمل طماطم بوطه زي ما انتم شايفين، وهنعمل طعميه وهنعمل فول يعني. هنعمل شوية فطار برضو حلو، لأن كنا كلنا مجتمعين أنا وزوجي وأولادي وحماتي وأخوات زوجي، فكنا إيه مجتمعين كلنا، فقلنا نعمل فطار حلو بقى كده ومحترم لذيذ. برضو إيه يخلينا كده إيه نقضي اليوم بتاعنا كده بطريقة حلوة كده. هو بنعمل جبنة بقوطة وشوية زيت وقطعنا قرن فلفل وطماطم، وهنعصر بقى ليه جبنة كده جبنة براميل. معلش اعذروني والله صوتي تعبني جدا لدرجة اني مش قادرة اتكلم. ساعات بطفي الفيديو واقف عشان ما اضايقكوش. بحس كده ان انا مش قادرة اخد نفسي كويس يعني. بنحضر اهو فطارنا، عملنا جبنة بقوطة وهنقلي كمان البتنجان وهنعمل فطار حلو كده وجميل، وان شاء الله يعني ايه يعجبكم. ما تنسوش بقى لو وصلتوا لحد هنا بقى ايه تحطوا لي لايك. انا بقى ابتديت الفطار بتاع شهر 9 ابتديت ان انا احضر فيه من مصروفي القديم. ليه عملت كده يا ام هوجة؟ لاني انا زي ما قلت لكم عايزه اوفر
في الشهر الجديد للمدارس. انا بديكم افكار أهو يا جماعه، عشان برضو اللي عنده مش فكره ياخدها. فلازم اجيب حاجه من اي فلوس انا وفرتها. انا اول الشهر بروح شايله 100 جنيه، حطها في التوفير او في الحصاله بتاعه التوفير. بص بقى، انا مش بحط حصالات ولا حاجه. انا عندي شنطه حلوه كده، بوك كبير يعتبر. بص بقى، في كل انواع البوكات اللي تتخيلها الصغننه. جوزي كان دايما يقول لي: ايه انت ماشيه بعدتك؟ راح تحسبي ايه؟ انا ماشيه بعدتي داخله بعدتي والله العظيم. ليه؟ بوك للتوفير، بوك للفطور. بص بقى، فطرنا الجميل الشعبي الحلو الجميل بتاعنا: طماطم، فول، قال لنا بتنجان وطعميه، وعملنا فول عادي، وقال لنا آه، بيض، ويعني كان فطار شعبي كده وجميل. هنا بقى هنعمل بيض اومليت، وهنعمل جبنه بقوطه، وهنجيب كيس شيبسي، وفطار برضو خفيف وحلو. تمام. زي ما بقول لكم، شنطتي دي بقى فيها ايه؟ ان شاء الله برضو هوريها لكم في الميزانيه، عشان الشنطه دي حاجه يعني مهمه عندي بالنسبه لي قوي. طول الوقت بعد كل اسبوع خلصته من الشهر، بجيب عدتي ديت واقعد احسب انا صرفت ايه وعملت ايه. انا لازم اعمل كده، ما بمشيش من مخي، لا بمشي على طول بالورقه وقلم، واكون كاتبه مني الاسبوع، واكون كاتبه مصاريف الاسبوع بتاعتي قد ايه، وهل انا مشيت فيها صح ولا خربت الدنيا، عشان اشوف إيه الغلط اللي انا عملته وما اعملهوش تاني. تمام. ايه ده؟ مش كده افوره؟ لا خالص، ولا افوره ولا حاجه. حضرتك اللي بتقولي افوره، انت مش حاسه طبعا بالدنيا والغليان اللي فيها والحياه اللي صعبه. احنا يا جماعه في حياه صعبه جدا. تعليم اولاد، ولازم يتعلموا احسن تعليم. نوادي، وحابين يشتركوا في نادي، وحابين يشتركوا آه في في سباحة أو في أي حاجة. مش دي مصاريف؟ فواتير الكهرباء، مش دي مصاريف؟ آه دروس، مش دي مصاريف؟ فالحاجات دي كلها لازم نعمل حسابها. أولادنا أو ثم أولادنا ثم أولادنا، بعد كده تيجي أي حاجة بعديهم. فالأكل، أو بمعنى أصح زي ما ماما كانت بتقول لي، ربنا يا رب يخليها لي ويحميها لي، البطن ما بتشكرش. تمام. يعني البطن اللي تاكل ورك كامل هي اللي هتاكل الدبوس، وفي الحالتين ما بتشكرش. عشان تبقى على علم وعلى نور يعني. محدش يجي يقول لي ايه، اصل احنا هنوفر ايه اكتر من كده، ده انا بعمل مش عارفه ايه. ما تعملي 100 المشكله، ما تعمليش خالص. المشكله برضو هنموت؟ لا خالص، بناكل برضو احسن اكل. آم، انا على فكره لما بجيب حاجه بعمل لوالدي، يعني لزوجي مثلا دبوس، وانا دبوس، وابني ده دبوس، وبنتي دبوس كده. مش ورك كامل، لا خالص. بس ممكن ادي زوجي الدبوس الاكبر. ده طبع في الست مننا، مش عارفه ليه، بس هو راجل الشقيان التعبان اللي طول النهار في شغله محتاج انه يتغذى، فممكن ايه، اخلي الدبوس بتاع زوجي اكبر دبوس. بس مش معنى كده مثلا ان انا بديله ورك كامل، او هو ما شاء الله ربنا يبارك له في عمره بيرضى باللي بديهوله. مش من نوع الازواج اللي هو ايه، يقول لك انا عايز ده، انا عايز تعمليه مش. لا الحمد لله، ربنا يحميه لي يا رب. ف... فهي الحياه كده يا جماعه، مش حد يقول لي لا مش عارفه ايه، لا مش ايوه امشي بالورقه والقلم، عشان انت لو ما مشيتيش بالورقه والقلم حضرتك هتخربي الميزانيه، وتيجي في نص الشهر تشحتي. اه والله. فامشي صح، امشي صح، امشي صح، امشي صح. فزي ما اقول لكم بقى، اديتي دي فيها ايه بقى؟ اديتي دي الاجنده بتاعتي، ورق الملاحظات الصغير بتاعي اللي بكتب عليه كل حاجه. والشنطه بتاعتي دي بقى فيها كل انواع البوكات الصغيره زي ما بقول لكم: بوك الميزانيه الغدا، بوك ميزانيه الفطور، بوك ميزانيه العشاء، بوك للتوفير. بوك بقى ده بسيبه لاي حاجه فايضه من الفكه برميه فيها. والله معايا بوك صغير كده، من كتر الفكه مش قادره اشيله. ف... فالحاجات دي بتيجي بقى اخر الشهر افرزها. لقيت قدرت ان انا اوفر مبلغ مثلا من الفكه دي، او مبلغ فاض. بس ما باجيش جنب مبلغ التوفير اللي انا بوفره. ليه؟ لان ده انا بسيبه للازمه قوي، بسيبه لازمتي قوي. يعني مثلا زوجي معهوش فلوس اقدر ان انا اساعده. آه، ابني ربنا يا رب يكفله الشر تعب شويه اقدر ان انا نجري بيه. مش عارف، ده بسيبه كده على جنب لوحده، ما باجيش جنبه خالص. دخلنا على الفطار اللي بعده، هنقلي بقى بطاطس، وهنظبط برضو التانية فطار حلو كده وجميل. والفطار اللي قبله كان خفيف، عملنا جبنة بقوطة، وعملنا بيض اومليت، وعملنا جبنة كيس شيبسي، وكلنا واتبسطنا يعني. زي ما بقول لك بقى، مبلغ التوفير اللي انا بحطه في بوك التوفير ده ما باجيش جنبه، ده بسيبه للزنقة. الزنقة تكون شديدة جدا،
تمام. لكن بقى اللي باجي جنبه مثلا اللي فاضل، فكه اللي فاضل، حاجه مثلا فاضت من اسبوع بحطها، بقول ده بقى خلاص مش هستخدمه في الاسبوع التاني، فلاقي جاي في اخر الشهر جمعت مبلغ، راح جايبه بيه حاجات للشهر الجديد، عشان لما تيجي يعني مثلا لما يجي بقى شهر 9، بدل ما احط 100 للتوفير احط ال 200، احط حق البيض وحق ال 100، فاهمين؟ والحياه بتمشي. ممكن بقى الايام دي اسحب مبلغ التوفير اللي انا وفرته، اجيب بيهم لبس المدارس، اجيب بيهم كتاب خارجي، اجيب بيهم كوتشي لابني، والحياه يا جماعه بتمشي. زي ما بقول لكم، بلاش افتكاسات، بلاش افوره، خليكم ماشيين على قدكم، على قد ظروفكم. افرزي اللي عندك. مش عيب انك تحطي ورك دبوس لزوجك ولا دبوس لابنك، ده مش عيب يا جماعه، ده مش بيعيبك، انت بتاكليهم احسن اكل، بس بطريقه منظمه، بطريقه منظمه. تمام. هنا بقى الفطار بتاعنا عملنا بطاطس اهو بنقلي، وعملنا كمان بيض مهروس. ده اسمه بيض مهروس، يعني مش البيض اللي هو بقى اومليت وكده، لا، بحب ان احنا قوي البيض، نوع البيض ده. و... وعملنا برضو فطار خفيف يعني وحلو ولذيذ، وده كان 6 وصفات ل6 ايام للفطار. خدي فكرة بقى ونفذيها بكرة، وشوفي ايه الفطار اللي يريحك واعمليه. علينا بطاطس بصوا، وعلينا بيض، جبت زبادين للأولاد، وجبنة ولانشون، وخلاص على كده. بتصرفي يا مهاجرة هو بس حاجات خفيفة، حاجات أنا عاملة حسابها في الأسبوع، مش كل يوم بنجيب الحاجات دي، مش رفاهية. ساعات باجيبها بال15 يوم على فكرة، ساعات باروح أجيب تمن لانشون أو ربع لانشون وربع جبنة وأسيبهم في الفريزر. ساعات مش باجيبهم، بقول لنفسي ما أنا ممكن ما أفطرش النهاردة لانشون، فأوفر الفلوس بتاعتي. كذلك هنبقى مع بعض في الميزانية، خليكم معايا وما تقعدش في حتة بعيد. وصلت لحد هنا. اعملوا لي لايك حلو منكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتصلوا على النبي في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام، عشان ناخد أجر والثواب مع بعض. زي ما بقول لكم، نمشي على قدنا، ده مش عيب فيكي ولا عيب في ميزانيتك، إن شاء الله نكون صح.